باب السطح اللي انا دخلت منه كان مقفول، وانا متأكد ان انا سبته مفتوح. جريت عليه وقعدت احاول افتحه وبرضه مقفول. شديته وقعدت اخبط ولكن مفيش فايدة. وقفت ورا الباب وبدأت اتنفس بسرعة. ساعتها سمعت صوت ورايا جري سريع جاي عليا. لفيت ببطء وكل اللي قدرت اشوفه كان ظل، والظل كان بيتحرك بسرعة على الارض لكن مفيش حد واقف. وقبل ما الحق اتحرك حسيت ان في حاجة واقفة ورا ظهري بالظبط قريبة جدا، ونفس ساقع خبط في وداني وسمعت نفس الهمسة: انت اللي ندهتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا احمد ايوب بتاع قصص، وده فيديو جديد وقصة جديدة. قصة رعب مستوحاة من احداث حقيقية، قصة رعب مشوقة غامضة فيها رعب كتير. فارجو منك ان انت تسمع القصة دي للاخر، وانا طبعا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. حط سماعاتك ويلا بينا نبدأ القصة. أنا اسمي حمزة، شاب تلاتيني، عندي حوالي 33 سنة، وبحب العزلة زي عينيا، لدرجة إن أنا في اليوم اللي بحكي لكم فيه القصة دي سبت بيت أهلي ورحت علشان أأجر بيت عشان أقعد لوحدي. ولكن أنا بقول لحد النهاردة يا ريتني ما خدت الخطوة دي، وهتعرفوا ليه لما أكمل لكم القصة. في يوم من الأيام وأنا قاعد لوحدي جات لي فكرة ان انا اسيب بيت اهلي شوية واقعد لوحدي في شقة ايجار. وانا كنت عمري ما اخاف من السكن لوحدي، بالعكس كنت شايفه راحة، هدوء، ومفيش كمان حد يزعجك. وده بالظبط اللي خلاني اوافق على اول شقة جات لي بسرعة. الشقة دي كانت في عمارة وكانت في اخر دور، مفيش حد فوقي، مفيش دوشة. بس انا ما كنتش اعرف ان القرار اللي انا هاخده ده ما كانش هيخليني انام ليالي كاملة. اول يوم دخلت الشقة كانت كل حاجة طبيعية جدا. المكان كان هادئ زيادة عن اللزوم، بس قلت عادي، دي ميزة مش عيب. رتبت حاجاتي واكلت ونمت عادي. بس في اول ليلة سمعت صوت خبط غريب، صوت كان جاي من فوقي. فتحت عيني وبصيت على السطح، قلت يمكن يبقى في حد فوق السطح ولا حاجة، مع ان صاحب البيت مأكد لي اصلا ان مفيش حد بيطلع فوق السطح. قعدت شوية مع نفسي عشان اسمع الصوت ده تاني، ولكن الصوت كان اختفى. فقلت عادي وكملت نوم. الليلة دي عدت بسلام. ولكن في اليوم التاني حصلت نفس القصة بالظبط، بس الصوت المرة دي كان أوضح. ما كانش مجرد خبط، ده كان صوت خطوات حد بيمشي فوقي، حد عمال يتمشى خطوة ورا خطوة ورا خطوة. فأنا قعدت مركز وقلت يمكن في شقة فوقي ولا حاجة. ولكن كنت أنا فعلا متأكد إن أنا خدت الشقة اللي في الدور الأخير. قمت فتحت الباب وطلعت على السلم. وصلت للسطح لقيت مفيش حد، والمكان ضلمة وهادي جدا. كان فيه هدوء مرعب، كأن الصوت اللي أنا سمعته ما حصلش أصلا. رجعت الشقة وأنا بحاول أقنع نفسي إن ده عادي، بس كان جوايا إحساس مش مريح. تالت يوم الصوت رجع، بس المرة دي برضه كان مختلف، ماشي سريع كأن في حد بيجري. فانا اتجمدت مكاني وقعد على السرير وعمال ابص على السقف، والصوت فوق مباشرة رايح جاي بسرعة غير طبيعية. وفي لحظة الصوت وقف، وفجأة جات لي دقة قوية جامدة فوق دماغي بالظبط. قمت مفزوع ووقفت من مكاني وبصيت للسقف كده كأني أنا ممكن أشوف حاجة. قلبي بدأ يدق بسرعة غريبة، وحسيت إن في حد واقف فوق بالظبط. في اللحظة دي عملت أغبى حاجة ممكن تتعمل، قلت بصوت عالي: هو في حد فوق؟ وبعدين جالي الرد دقة واحدة من نفس المكان. وقتها حسيت ان الصوت مش عادي او مش صوت عشوائي، ده حد فعلا بيرد عليا. قضيت الليلة دي صاحي ومش عارف انام، وعمال ابص للسطح مستني الصوت ده يرجع لي. تاني يوم الصبح نزلت لصاحب العمارة وبدأت اشك في نفسي، وقلت له: هو في شقة فوقي؟ بصلي باستغراب وقال لي: انت في اخر دور، مفيش غير السطح. فسألته تاني وقلت له: طب حد بيطلع فوق السطح هناك؟ قال لي: لا يا باشمهندس، انا قلت لك قبل كده ان مفيش حد بيطلع بقاله سنين. الجملة دي مريحتنيش، بالعكس خلتني ارجع الشقة وانا حاسس ان في حاجة غلط بجد. الليلة الرابعة دي انا ما نمتش فيها، كنت مستني الوقت يعدي. الساعة بدأت تعدي، الساعة 1 و2 و3، وفجأة الصوت رجع. بس المرة دي ما كانش خطوات ولا حد بيمشي، ده كان صوت حاجة بتزحف ببطء شديد، كأن في حد بيسحب نفسه على الارض فوقي. وفجأة سمعت صوت واضح جدا، صوت خبط خفيف 3 مرات، كأن في حد بيقول أنا هنا. أنا كنت واقف في الأوضة مش عارف أتحرك، وحسيت إن في حاجة فوقي مش بس موجودة، دي عارفة إن أنا سامعها. وقبل ما ألحق أستوعب سمعت الصوت بشكل واضح جدا، صوت حد بيهمس وجاي من فوق وبيقول لي: اطلع. ومن هنا بقى بدأت أغلط أكبر غلطة في حياتي. أنا مش عارف ليه ساعتها عملت كده،
بس انا بعد ما سمعت الصوت وهو بيقول لي اطلع حسيت ان في حاجه بتشدني، مش خوف بس، ده كان فضول مرعب، احساس ان انا لو ما طلعتش الحاجة دي ممكن تنزل لي. فضلت واقف شوية قلبي بيدق بسرعة ببص للسقف، وبس بعدين أخدت القرار. لبست الشبشب وفتحت باب الشقة بهدوء وطلعت على السلم، والعمارة كانت ساكتة بشكل غريب كأن مفيش حد عايش فيها غيري. كل درجة كنت بطلعها كنت حاسس إن الصوت ممكن يرجع فجأة وإن في حاجة فوق. وصلت لباب السطح وقفت قدامه وإيدي كانت بتترعش، مش عارف ليه وقتها، بس حاسس إن أنا لما أفتح الباب حياتي مش هترجع زي الأول. مسكت المقبض وبدأت افتح الباب. السطح كان ضلمه ومفيش غير نور خفيف جاي من الشارع. بصيت حواليا يمين وشمال وما كانش في حد. وقلت في سري يا عم انا كنت بتخيل. لفيت وقلت خلاص بقى انا همشي، ولكن قبل ما امشي سمعت صوت خطوه ورايا. جسمي كله شد ولفيت بسرعه بس مفيش حد، بس انا متاكد 100% ان في حد كان واقف ورايا. بدات اتحرك ببطء وعيني بتلف في كل مكان وكل زاويه وكل ظل، وكنت حاسس ان في حاجه بتراقبني بس انا مش شايفها. وفجاه عيني جت على حاجه، باب قديم في اخر السطح. باب قديم كان لأوضة كده مقفولة وشكله مقفول بقاله سنين. قربت عليه واحدة واحدة لحد ما وصلت له، وأول ما وصلت له لقيت عليه آثار خبط كأن في حد بيخبط من جوه ومش من بره. قلبي بدأ يدق أسرع وقلت هو إيه ده؟ حطيت إيدي على الباب ولقيته ساعتها مفتوح وبدأت أفتحه ببطء. كان في ريحة تراب قديم ورطوبة وخنقة طلعت في وشي. دخلت المكان شبه مخزن، كان في حاجة قديمة تقريبا مرتبة كده مرمية على الأرض، وإزاز مكسور وآثار حاجة كده مسحوبة على الأرض. وقفت في نص الأوضة وقعدت أبص حواليا. فجأة سمعت صوت ورايا، نفس الصوت اللي تحت ولكن المرة دي قريب جدا، وحد قال لي في وداني من ورا كنت مستنيك. لفيت بسرعة ورايا كده عشان اشوف مين اللي بيتكلم، ولكن ما لقيتش حد. ولكن انا متأكد جدا ان الصوت ورايا كان هيخرم طبلة ودني. جريت ناحية الباب على طول، بس قبل ما اخرج عيني جت على حاجة خلتني اتجمد في مكاني. بصيت على الحيطة لقيت خربشات وكلمات مكتوبة كده متقطعة، وكان مكتوب وقتها على الحيطة ما تنزلش لوحدك، هو بيدور عليك. وقفت اقرأ وايدي بدأت تبرد، وقبل ما الحق استوعب سمعت صوت جاي من بره الأوضة على السطح، صوت جري. فطلعت بسرعة بره، ولكن اللي شفته كان أسوأ من أي حاجة ممكن أتخيلها. باب السطح اللي أنا دخلت منه كان مقفول، وأنا متأكد إن أنا سبته مفتوح. جريت عليه وقعدت أحاول أفتحه وبرضه مقفول. شديته وقعدت أخبط ولكن مفيش فايدة. وقفت ورا الباب وبدأت أتنفس بسرعة. ساعتها سمعت صوت ورايا جري سريع جاي عليا. لفيت ببطء وكل اللي قدرت أشوفه كان ظل، والظل كان بيتحرك بسرعة على الأرض لكن مفيش حد واقف. وقبل ما ألحق أتحرك حسيت إن في حاجة واقفة ورا ظهري بالظبط قريبة جدا، ونفس ساقع خبط في وداني وسمعت نفس الهمسة، انت اللي ندهتني. انا ما كنتش بسمع الصوت، انا اللي ناديت عليه. انا مش فاكر بالظبط انا خرجت من السطح ازاي، وكل اللي فاكره ان انا كنت بخبط على الباب بكل قوتي لحد ما فجأة اتفتح لوحده، ووقعت على السلم تقريبا وانا بجري وببص ورايا. وكل اللي كان في دماغي وقتها ان انا لازم انزل واسيب المكان ده. نزلت الشقة وقفلت الباب ورايا بسرعة، وفضلت واقف اتنفس بصعوبة. جسمي كله كان بيترعش وحاسس ان كان فيا حاجة غلط، كأن اللي حصل فوق معايا ده لسه مخلصش. حاولت اهدي نفسي شوية وقلت ده يمكن توتر او خوف، او انا يمكن اكون مكبر الموضوع. بس وانا بلف بالمفتاح في الباب سمعت الصوت. كانت دقة واحدة بس المرة دي كانت جاية من جوه الشقة، فايدي وقفت. انا كنت لسه داخل الشقة ومفيش حد كمان دخل قبلي. بصيت ببطء ورايا والصالة كانت لسه زي ما هي، بس احساس ان في حد كان واقف جوه كان اقوى من اي منطق. قلت بصوت واطي هو في حد جوه، ولكن مفيش حد رد عليا وقتها. قعدت اقنع نفسي وقلت انت تعبان، اللي حصل فوق ده يمكن مؤثر عليك. قفلت الباب كويس وقعدت ادور في البيت خطوه خطوه، ولكن مفيش حاجه متحركه. المطبخ زي ما هو، الكراسي كانت زي ما هي، وكل حاجه تمام ومفيش حاجه متحركه. بس وانا داخل اوضتي سمعت الصوت تاني، نفس صوت الزحف، بس المره دي ما كانش جاي من فوق برضه، ده كان جاي من ورايا. لفيت بسرعة ولكن ما لقيتش حد، ولكن ساعتها الستارة كانت بتتحرك بطريقة غريبة كأن لسه حد معدي من جنبها، وقلبي كان هيقف. قربت منها ببطء ومديت ايدي وشدتها، ولكن مفيش اي حاجة ولا اي حد. بس المرعب وقتها ان الارض كان عليها حاجة اتشدت كده من عند الستارة لحد اوضتي. انا ما نمتش الليلة دي، وقعدت في الصالة وفاتح كل النور وكل حاجة، وكل شوية ابص ورايا، كل شوية اسمع صوت خفيف، صوت نفس، صوت حد بيمشي ورايا.
ولكن اول ما ابدا اركز في الصوت يختفي لحد الساعه 3:33 بالظبط. النور كله فصل مره واحده والضلمه بلعت الشقه. وقفت مكاني وانا حاسس ان في حاجه قريبه جدا، وفجاه سمعت صوت جاي من اوضتي، صوتي انا، حد بيقول لي تعالى، ولكن كان بنفس صوتي. انا اتجمدت، الصوت ده صوتي ونفس نبرتي، بس انا ما اتكلمتش. قربت من باب الاوضه ببطء وقلبي كان بيدق بطريقه مش طبيعيه. مديت ايدي على المقبض وقبل ما افتحه الصوت كان جاي من جوه، كان في حد عمال ينادي عليا وبيقول لي انا مستنيك. فتحت الباب واللي شفته خلاني ان انا ما اتمناش اطلع السطح اصلا ولا حتى اجر البيت اللي انا قلت لكم عليه. كان في حد واقف جوه الاوضه وواقف عند المرتبه اللي على الارض، بس كان ظهره ليا، نفس طولي ونفس جسمي، حتى لابس نفس هدومي. انا اتجمدت وقفت مكانه ومش قادر اتنفس، ولكن هو بدأ يلف ببطء شديد. اول ما وشه بقى قدامي انا بدأت ارجع خطوه لورا، لان اللي كان واقف قدامي ده انا. وشه كان باهت وعينه سودا بالكامل كأنه مش انسان. قرب خطوه مني وقال بنفس صوتي انا فوق وانت تحت. وقبل ما الحق اتحرك النور رجع مره واحده. بصيت قدامي ومفيش حد والاوضه فاضيه، بس المرعب بجد ان انا لما بصيت على السرير لقيت حاجه. السرير كان متكركب كأن حد كان نايم عليه من ثواني. ومن اللحظه دي انا عرفت الحقيقه ان اللي كان فوق ما كانش عايزني اطلع له، ده كان عايز ينزل معايا. انا فضلت واقف قدام السرير وقتها وقت طويل ومش قادر اتحرك، وبص على الملايه المتكرمشه كأن حد كان نايم عليها، وبحاول اقنع نفسي ان كل ده ضغط وتوتر. بس جوايا كان في صوت برضه كان بيقول لي ان اللي حصل فوق لسه مخلصش، وان الحاجه اللي شفتها دي ما كانتش خيال. انا قعدت على الكرسي شويه مع نفسي وقعدت افكر ايه اللي يخلي الواحد يشوف نفسه بالشكل ده، وازاي كمان صوتي يطلع من مكان تاني، وازاي برضه الاثر اللي على الارض ده يبقى حقيقي لو ما كانش في حد موجود. عدت الليله دي بالعافيه، وكل ما اقرب من النوم كنت بصحى مفزوع على اي صوت حتى لو كان صوت عربيه في الشارع، لحد ما النور بدا يدخل من الشباك. وساعتها بس حسيت ان انا ممكن اتحرك. لبست هدومي بسرعه وقررت ان انا اسيب الشقه فورا من غير ما افكر. رنيت على صاحب العماره وقلت له انا عايزك ضروري دلوقتي. ساعتها جالي صاحب العماره وبص لي بصات كده وانا باين عليا فعلا ان انا مش طبيعي، فبص لي كده بصات غريبه وقال لي هو مالك يا هندسه، هو في حاجه حصلت معاك ولا ايه؟ بصيت له برضه انا باستغراب وقلت له هو في حد بيطلع السطح فوق؟ سكت شويه وقال لي جمله خلت جسمي كله بدأ يسقع. انت تالت واحد يسألني السؤال ده. انا وقفت مكانه وبصيت له وقلت له ايه تالت واحد؟ فقال لي ايوه كان في واحد ساكن قبلك وفضل يقول نفس الكلام ويقول ان في اصوات فوق وساب الشقه. وبعد بشهور واحد برضه سكن وساب الشقه بعد اسبوعين بس، كان بينزل كل يوم ويرن عليا ويقول لي وفي حد بيمشي فوق. وبعدين برضه الراجل ده اختفى. الكلمه دي وقتها نزلت عليا زي الصاعقه. قلت له طب معلش يعني قول لي اختفى ازاي؟ قال لي ساعتها مشي وساب حاجاته في البيت وراح وما رجعش. فحسيت ان انا لازم افهم اكتر منه وقلت له طيب هو السطح فيه ايه؟ فبص لي شويه وقال لي زمان من سنين طويله كان في واحد قاعد فوق في السطوح لوحده ومحدش كان بيشوفه كتير ولا حتى بيسأل عليه، لحد ما في يوم الجيران بدأوا يشموا ريحه غريبه فطلعوا السطح عشان يشوفوا فيه ايه، لقوا الراجل ده ميت. فانا بلعت ريقي كده وقلت له طب مات ازاي؟ قال مفيش حد عارف بالظبط والله يا هندسه، بس كل الجيران كانت بتقول ان هم لما طلعوا فوق لقوا الراجل ده ميت وعينه مفتوحة ووشه عليه علامات رعب كأنه شاف حاجة مرعبة قبل ما يموت. أنا حسيت إن كل اللي بيحصل ده مربوط ببعضه، نفس الأوضة ونفس السطح ونفس الأصوات، وكأن في حاجة هناك بتستنى. طلعت شقتي تاني وأنا عارف برضو إن الموضوع ده كان أكبر مني، وساعتها قررت القرار الصح ان انا اخد بعضي وهدومي وكل حاجه كانت في الشقه تبعي واروح اسكن مع اهلي زي ما انا، ولا من شاف ولا من دري. لان اللي حصل معايا ده خلاني اخد قرار في حياتي ان انا ما ينفعش اقعد وحداني تاني واقعد خلاص مع اهلي. ونصيحه مني لو حد بيحب الوحده او بيعشقها زي ما انا كنت بعمل، نصيحه يخليه مع اهله او مع اصحابه او مع اي حد، لان الوحده برضو مهما كانت مرعبه وساعات بتجيب تخيلات. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. يا رب تكون عجبتكم. معلش انا لو رعبتكم شوية، وهستناكم في قصة جديدة، واستناكم برضو تبعتوا لي الرسائل بتاعتكم في تعليقات من تحت، او ممكن تتواصلوا معايا عن طريق الرسائل. اشوفكم في قصة جديدة، ويلا السلام عليكم.